انا مستغرب من حاجه. لاعب مثل موديست انت جبته في النادي الاهلي، مش انت كسيد، اتكلم عن النادي الاهلي. انت جبته فشل في كل الاختبارات اللي خاضها. اليوم في مباراه مصيريه للنادي الاهلي، المباراه اللي طافت في الذهاب لعب من الدقيقه 59 حتى نهايه المباراه لمس الكره مره واحده. اليوم ككولر تخرج كهرباء اللي هو كان فعال، كان مسوي ازعاج لدفاع السان داونز، وتدخل مودست مره ثانيه. ما تشوف شيء غريب؟ يعني انا في شيء مش مفهوم. صحيح. يعني خلينا نقول بس حاجه قبل ما اجاوب على سؤالك ده ابو نواف. يعني الاهلي خرج من البطوله صحيح، لكن كمان لسه احنا يعتبر في بدايه موسم في 5 بطولات. على الاهلي ان هو يخرج من الحاله اللي هو فيها، يخرج من حاله الانكسار او حاله مش عايز اقول الاحباط، اللي الشوط الثاني مغير تماما عن الشوط الاول خالص. ودي واحده مش من عادات النادي الاهلي. يعني حتى لو في الشوط الاول سوء توفيق رهيب جدا، لكن مفيش استسلام، المفروض يبقى في 45 دقيقه. الفرق ما بين الشوط الاول والثاني يبين لك ليه الماتش راح كده. الشوط الاولاني 12 محاوله للاهلي، 12 محاوله غير ركله الجزاء، منهم 5 صحاح، 5 صحاح غير ركله الجزاء. الشوط الثاني 4 محاولات فقط للاهلي، منهم 1 صحيحه بس في الشوط الحاسم. يعني اروح لسؤالك ابو نواف. يعني لا اعتقد ان في حاجات انت بتضيع وقت، انت بتضيع وقت. يعني ممكن تخسر حاجات كتير لكن ما تخسرش وقت. انت بتضيع وقت مع موديست خلاص. يعني ما فيش حاجه اسمها لسه 5 6 ماتشات. احنا النهارده بتتكلم في حوالي 10 ماتشات من ساعه ما جاء الراجل ده، بدايه من السوبر المحلي، من السوبر الافريقي اسف، مرورا بالدوري، مرورا بدوري الدوري الافريقي، مرورا بماتشات في كاس مصر. فانت بتضيع وقت. لازم يبقى فيه تجربه ثانيه خلاص بقى، او لازم يبقى فيه اختيار ثاني خلاص. ما لا هدي لا هصبر عليه ولا اديله فرص. انتهت. القرار والتحليل والتقييم ثابت. احنا يعني لو بنحلل موديست احنا كمان هيبقى بنضيع وقت. اصحى الحقيقه يعني عشان ابقى امين في الطرح. ده راجل يعني شبه ممكن يبقى كان لكن انا عايز المستقبل وعايز الحاضر في الوقت الحالي. ده راجل ممكن يبقى كان لكن المستقبل مش بتاعه خالص صراحه. وبعدين اليوم مباراه مصيريه. صحيح. انت اليوم مباراه محتاج فيها في الوقت في الشوط الثاني اللي نزلت فيها موديست، محتاج انك تقوي الخط الامامي مو بتضعفه. صحيح. او اسيب كهرباء بس او اعمل التغيير. لو ما عندك خيارات اللي موجود افضل. اعمل تغيير ان انا ادخل بيرسي تاو. ما هو مش شرط يبقى 1 ب1. يعني ممكن اعمل تغيير داخل الملعب، ادخل بيرسي تاو وانزل احمد. طبعا في سوء حظ رهيب جدا في رضا سليم، ربنا يشفيه. لكن في واحده من مكاسب اللقاء الاول، ارجل واحد في الملاعب المصريه هو اكرم توفيق. دايما اكرم، دايما اكرم حاله خاصه. اكرم اللاعب الوحيد اللي في الاهلي اللي يفرق معاك. لا انا يعني مش هرفع له القبعه وبس، انا اقول له يا ابني ربنا يحميك ويحفظك، ربنا يحميك ويحفظك من كل حاجه. يعني كلام مستهلك من مارسيل كولر. نعرف في الكوره اوكي ان مش كل فريق يفوز في كل مباراه، بس يعني هذا ما يعفيه من المسؤوليه الفنيه اللي كانت في البطوله تحديدا، مش بس في مباراه اليوم. خالد انت قلت كلام مستهلك. انا سمعت الكلام ده على فكره الاسبوع اللي فات في الماتش بتاع سان داونز، نفس المؤتمر الصحفي قال لك يعني مفيش فريق بيكسب على طول، والكره دواره، والكره يعني ممكن النهارده عليك وممكن النهارده ليك. نفس الكلام سمعته الاسبوع اللي فات. بس انت عملت ايه في 3 ماتشات او 4 ماتشات؟ هي دي الجزئيه. النقطه الثانيه هو بيتكلم على ماتش السوبر بتاع اتحاد العاصمه، بيقول لك احنا كنا في فتره اعداد وكنا بادئين والمنافس كان بادئ من فتره. لا طبعا اتحاد العاصمه ما كانش بادئ من فتره. اتحاد العاصمه كان لعب مباراه واحده في الدوري فقط لغيه، وبالتالي نفس مستوى النادي. الظروف. ولكن واضح ان الراجل لما بيلعب فرقه عندها انضباط دفاعي بيبقى عنده مشكله شويه. وضحت مع اتحاد العاصمه ووضحت كمان مع سان داونز تحديدا في المباراتين. خالد يعني انا بسالك سؤال. مارسيل كولر من القريبين منا، شخص منظم جدا، يرتب اموره صح، بس ما تلاحظ في المباريات ما يقرا الموضوع صح. يعني انت اليوم تقول لي الدفاع عند الفرق المنظمه دفاعيا ما يعرف يحل الامور، تغييراته يعني محدده. بالظبط. هو طبعا كراجل منظم، راجل
يجهز صح اوكي. يجهز وعنده التشكيل بيحطه بشكل ممتاز جدا، ولكن توظيفه للعيبه اثناء المباراه انا مش عارف بتهرب منه. قراءة المباراة، قراءة المباراة، الكوتشنج بتاع المباراة. في بعض المدربين اللي بيشتغلوا لو عندهم جرأة وعندهم امكانيات كويسة جدا ممكن يتفوقوا على مارسيل كولر، بالتالي ده جزء بس من الشكل العام بتاع مارسيل كولر في كل المباريات الأخيرة، مع طبعا الاعتبار ان مارسيل يعني لازم لجنة الكرة تقعد معاه شوية ولجنة التخطيط تقعدوا معاه شوية. انا شايف ان خسارة بطولتين النادي الاهلي في شهر مش شوية. اذا كان هو على المؤتمر الصحفي بيقلل من الفكره ديت ويقول لك عادي جدا، لا الاهلي كده مش كده خالص، ولا تاريخ الاهلي كده، ولا جماهير النادي الاهلي تقبل ان يكون مارسيل كولر مدرب النادي الاهلي بالانهزاميه دي. يقول لك عادي نخسر مباراه وعادي نخسر بطوله، لا الاهلي ما بيخش بطوله الا يكسبها. الاهلي ما بيخش بطوله الا كل الانديه الافريقيه عارفه مين الاهلي وقيمه النادي الاهلي، حتى في الكره المصريه هي مش مجامله النادي الاهلي، ولكن الراجل ده اللي قاعد على المؤتمر الصحفي اللي بيمثل النادي الاهلي ككوره، المفروض لجنه الكره تقعد معاه تقول له يا مستر مارسيل كولر، النادي الاهلي مش بتاع خساره بطوله ومعلش الدنيا دواره، لا هي الكره مش كده خالص مع الاهلي تحديدا. لا معي الان محمد الشناوي كابتن النادي الاهلي. محمد، في البدايه هارد لك، خرجتوا من البطوله، بطوله كبيره، تقولي لجماهير النادي الاهلي بعد الخروج من البطوله دي؟ طبعا بقول للجمهور النهارده يعني بصراحه انتوا النهارده عملتوا اللي عليكم وجيتوا وشجعتونا، وانا بقول للعيبه برضه ان هم عملوا اللي عليهم النهارده في ماتش النهارده بالذات، وعملنا اللي علينا، والنهارده احنا ضيعنا كتير في الماتش بس ما كانش معانا توفيق. وانا بقول للعيبه خلاص يعني بطوله كبيره واحنا كنا عايزين نفرح جمهورنا ويروح النهارده فرحان، بس النهارده عملنا اللي علينا، بس ربنا يعني مش عايز توفيق النهارده مش معانا. ضيعنا كتير الشوط الاولاني وضيعنا كتير الشوط الثاني، الكره مش عايزه تخش، وفي الاخر نقول الحمد لله ودرس نتعلم منه، واللي جاي ان شاء الله عندنا دوري وعندنا افريقيا، لسه عندنا بطولات جايه. وبقول للعيبه انتوا عملتوا عليكم النهارده، بس خلاص اقفل الصفحه وفكر في اللي جاي، درس النهارده نتعلم، وكل واحد اكيد طبعا عارف النهارده ان درس اتعلمنا منه، والفتره الجايه نركز اكتر ان شاء الله. تواجدك مع عدد من اللاعبين في النادي الاهلي ضمن جوائز افضل لاعبين في افريقيا، شايف ده ازاي؟ هل ده بيسكت الالسنه المنتقده؟ اللي عايز يتكلم يتكلم، اللي عايز ينتقد احنا بنحترم كل الناس، ودي الكوره في الاول وفي الاخر، احنا لازم نقبل الحلو ونقبل الوحش. احنا النهارده خرجنا من بطوله كبيره، لازم نقبل النقد ولازم نقبل الجمهور يكون زعلان. احنا عارفين قيمه الجمهور بتاعنا كويس جدا، وعارفين اللي احنا عودناه الفتره اللي فاتت دي كلها اللي احنا بناخد كل البطولات. النهارده خرجنا بس عندنا بطوله افريقيا بتاعتنا، وعندنا البطوله بتاعت الدوري، وعندنا لسه سوبر، وعندنا كاس عالم انديه. بالنسبه لنا وبالنسبه للعيبه ان ده درس بالنسبه لنا، نفكر في اللي جاي احسن. احنا بنحترم كل الناس، اللي عايز يقول اي حاجه بيقولها، احنا بنقبل كل الكلام، واللعيبه فاهمه كده كويس. اهم حاجه هو شغلنا بس، ونركز في شغلنا بس، ما نركزش في اللي بيتقال. اهم حاجه بالنسبه لنا جمهورنا، اهم حاجه نفرح جمهورنا. ده بالنسبه للعيبه اللي فكر فيه، اللي عايز يقول. الجمهور بيزعل النهارده، بكره ان شاء الله يبقى في ظهرنا، هو دايما على طول بيقول الحلوه والمره معانا. احنا خلاص النهارده يعني نزعل ونقفل الصفحه، عشان خلاص الماتش البطوله راحت خلاص، ما بترجعش اللي جاي، نفكر في اللي بكره على طول، ولازم تفكر في اللي جاي. ده بالنسبه لنا وبالنسبه للعيبه وبالنسبه للجمهور. احنا عارفين النهارده انتوا جيتوا وعملتوا اللي عليكم وشجعتونا، واحنا برضو عملنا اللي علينا في الملعب، بس برضو اللي جاي يكون افضل ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا محمد.